انا شايف ان انت عمال تحكها. بطوله جت معاك خير وبركه، ما جاتش هتقع قصادها 10 سنين يعني. فده مش حل، ده مش هو حل، مشكله ده حقيقيه. تصبيره كل ده. في ان حل نادي الزمالك المشاكل او المستوى اللي احنا بقينا وصلنا له باللعيبه اللي هي برضه مستواها بقى يقع ما بقاش يعلى. يعني المفروض تبقى الاداره صريحه مع الجماهير، ان هي تقول لهم مثلا احنا لا نطمح غير بان احنا نلعب مثلا في افريقيا اللي هو في الكونفدراليه. ده طموحنا ان احنا نبقى في الثالث والرابع، يبقى الموضوع صريح. هو ده حل مريح قوي، بس هل في اداره اصلا سواء دي سواء غيرها في الزمالك تقدر تقول طب ما الكلمتين احنا دول؟ غصب عننا، ما هو ده اللي بيحصل يعني. غصب عنك، هو قال ما قالش، ما هو ده اللي بيحصل. فانت ما تخليك تبقى صريح من الاول وتشتغل براحه، تمام، وتعرف بعد كده شوف انت عاوز تعمل ايه. عاوز مثلا كلعيبه ما تجيبش لعيبه غاليه او تبيع لعيبه كتير من اللي معاك في الفريق. تسيب مثلا ثلاثه انت شايفهم دولت العمود الفقري بتوع الفريق، تسيبهم وتديهم مرتبات عاليه براحتك. وبعد كده الباقيين دولت اللي لو ليهم بيعه حلوه زي دونجا مثلا، برضه هو على الله بس ليه اسم. فانت ممكن لو بعته ممكن تاخد منه فلوس حلوه، فده مصلحه ما يتباع. زي في كذا لعيب ناصر ماهر لو مش هيتحسن مثلا مع الرمادي، طب ما تبيعه، ليه اسمه برضه وعمل حاجه ممكن ايه يبقى ليه سعر في السوق. فاهم قصدي؟ يعني تسيب كام لعيب كده والباقيين تبيعهم، وتبتدي يا عم لو مش هتطلع ناس من تحت تجيب ناس من بتاع اللي هو منتخبات الشباب، منتخبات الناشئين، تجيب كام واحد مطرقع في الدوري، وانت بقى عندك سكواد تصرف في الحاجات دي، تصرف في الراجل اللي هو بتاع مدير الرياضي دوت، والاساسيات يعني تصرف في الاساسيات، بحيث ان انت بعد سنه سنتين يا عم، بس سنه طبعا، بعد سنتين ثلاثه تلاقي تحس ان انت فعلا هتعرف تنافس فريق بمصاريف كبيره زي الاهلي وزي بيراميدز. لكن لا انت هو كده صح. انا شايف ان انت عمال تحكها. بطوله جت معاك خير وبركه، ما جاتش هتقع قصادها 10 سنين يعني. فده مش حل، ده مش هو حل، مشكله ده حقيقيه. تصبيره كل ده. حقيقي فعلا، لانه وخصوصا انه حفره الديون عماله تزيد، وحفره الغرامات واللي مش عارف ايه والقضايا والكلام ده كله عماله تزيد. بس برضه انت ما زلت في الاول السكه يعني. اه المشكله انه يعني انت شايف قدامك نموذج زي ده في الاسماعيلي، هي بدات معاك كده برضه تمام. واحده، بس لما هم تجاهلوا اللي انت بتقول عليه ده، يعني فكره ان هو المشكله بدري، احنا لازم ناخد حل من بدري. انما هنرمي على الموسم اللي بعده، هنرمي على الموسم اللي بعده، ممكن تروح الزمالك يروح في سكه مش حلوه، فلازم حل من دلوقتي فعلا.